رحنا فين النهاردة؟ رحنا البسين. عملت لهم يوز داي، كانوا فرحانين جدا جدا لان فاجأتهم الصراحة. وما كنتش فاضية في اي يوم نهائي، وهم من اول ما خدوا الاجازة كانوا عايزين برضو يروحوا البسين لانهم متعودين على طول يروحوا البسين، فالسنة دي ما رحناش خالص. آه، قلت لهم ان شاء الله ربنا يسهل، وعملت لهم بقى مفاجأة بس كانت بالليل على ما فضيت وخلصت اللي ورايا. رحنا البسين وخليتهم يقضوا وقت حلو خالص، كانوا مبسوطين جدا جدا ما شاء الله. يعني انا الصراحة غيرت جو معاهم وفرحت كمان ان هم كمان غيروا جو. إيه، طبعا توتي هي كانت مبسوطة جدا جدا. انا كنت مبسوطة ان هي مبسوطة الصراحة. ربنا يبارك في اولادكم جميعا يا رب، وتشوفوهم من احسن الناس اول حاجة بعد الشهادة باذن الله. وبعد كده تشوفيهم بإذن الله يا حبيبة قلبي أسعد السعداء، اللهم أمين يا رب. ربنا يفرح كل الأطفال وكل الكبار وكل الناس، اللهم أمين. انتوا عارفين بقى ده بيفرق جدا جدا في نفسية الطفل وفي تغيير الجو وكل حاجة. يعني أنا لو كنت نزلت البسين كان طبعا أكيد فرق في النفسية جامد، بس الصراحة ما كانش بقى الوقت مناسب وما يسمحش. وعايزة اقول لكم ان الفترة ديت كانت فترة بنات بس، يعني لو شفتوا لو في ولاد هتلاقيهم ولاد صغيرين يعني بيبيهات، لكن مش شباب يعني. الفترة دي كانت فترة بنات، فأنا الصراحة استغلتها فرصة ان هو يبقى مش مختلط، فيبقى بالنسبة لهم أحسن وأريح يعني، ياخدوا راحتهم أكتر. أنا بالنسبة لي لما بتبقى فقرة الفترة بتاعت بنات بس أو سيدات بس بتبقى أحسن فترة الصراحة، يعني الواحد بيريح نفسه وبيرتاح بقى، يعني متبقيش شايلة هم مثلا لو معاكي بنوتة كبيرة شوية، او انتي مثلا حد شايفك من الشباب او من الولاد او كده، يعني فكده بيبقى افضل يعني الصراحة. فانا انتهزتها فرصة وقلت بقى تمام، آه، اوديهم في الفترة دي. كان في مدرب واحد بس عشان لا قدر الله لو حد بقى يعني آه يعني غرق او كده، يعني لا قدر الله ربنا يحمي ولادنا جميعا يا رب. يلحق ينقذه يعني، لان طبعا ما فيش مدربة في المكان، فهو كان مدرب واحد وكان يعني قاعد بعيد، يعني هو بس مراقب الدنيا من بعيد. هنا حذفت لتوتي الكورة طبعا كالعادة، وديتها الناحية التانية، والناحية التانية دي أصلا غويط، يعني هو أصغر بسين اللي هي فيه ده. آه، أصغر بسين اللي هي فيه ده هو ده المناسب ليها جدا. بعد كده بقى كله كبير يعني، اخواتها الكبار هم تمام يعني. البسين الكبير هو كذا بسين بس، الكبير بيناسبهم كلهم يعني. هو في كذا بسين كبار يعني اقصد، الكبار بيروحوا فيه عادي، لكن هي البسين الوحيد اللي مناسبها هو البسين اللي هي فيه ده. كنت دايما خايفة تعدي الناحية التانية وواقفة بص وعيني في وسط راسي، عمالة ابص عليها واقول لها اوعي تروحي الناحية التانية اللي هي الناحية اللي لينو بتعدي منها ديت. الناحية ديت غويطة، عندها الاكوا بارك اللي هي الكبيرة. آه، فغويطة غويطة يعني، عايزة اطفال كبار، مش عايزة حد زي توتي. توتي اصلا صغننة كده ومقطقطة في نفسها، فهي ايه عايزة حاجة اصغر حاجة. هنا كانت فرحانة جدا جدا وكل شوية تعملي باي، كانت شايفاني طبعا وانا بصورها وكانت مبسوطة جدا جدا. بصوا الفرحة يعني تخليكوا تفرحوا معاها الصراحة. فهو ده اهم حاجة ان يعني اسرتك كلها دايما تبقى فرحانة. دي بقى مسدسات المية طبعا اتفكت، ولينو بقى نزلت تجيبها، عمالة انادي عليها واقول لها ما تجيبهاش خلاص سيبيها، بس نزلت جابتها. عايزة لسه والله بس هي المشكلة عندي انا كنت عايزة اشترك لهم في السباحة، بس المشكلة عندي في الوقت. انا والله ما عنديش وقت خالص وبتضايق عشانهم، عشان ببقى يعني هم ملهمش ذنب في الوقت ده بتاعي، هم ملهمش ذنب، هم عايزين يعني زي ما انتم شايفين كده يلعبوا
ويتنططوا ويروحوا يجوا. بالنسبة لهم السباحة مهمة جدا طبعا، هما بيحبوها. بس هحاول على قد ما اقدر باذن الله اشترك لهم السنه دي، لان السنه اللي فاتت قالت حلو عليا، بس والله ما كان عندي وقت نهائي. السنه بقى ديت بقى ما عنديش وقت خالص. فانا هحاول باذن الله ان انا اشترك لهم، علشان ايه؟ بتفرق في النفسيه وفي الثقه في النفس وفي كل حاجه، في حاجات كتيره قوي. السباحه ما شاء الله من الرياضات الحلوه اللي انا بحبها جدا جدا الصراحه. مع اني عايزه اقول لكم ان انا على فكره مش بعرف اعوم، بس انا لو جالي فرصه ان حد يدربني السباحة، أنا مش هتردد لحظة والله بجد، لأنها حاجة مهمة جدا جدا، ورياضة حلوة. يعني هي رياضة حلوة ما شاء الله برضو. أنا صوتي بقى كانت ماسكة الكورة مش عايزة تسيبها، وكل ما حد يجي يلعب معاها تقول له لا أنا عايزة الكورة بتاعتي. بصوا حضناها ازاي، عايزة أقول لكم إن هي بتحب الكورة جدا. الكورة دي أنا كنت جايباها لهم كده، قلت خفيفة عشان يلعبوا بيها، فطلعت حلوة أوي الصراحة في المية. طبعا هنا الاكوا بقى كانوا خلاص فتحوها، كانوا قافلينها في الاول وبعدين فتحوها دلوقتي. طبعا لينو كوكي طبعا اول ما فتحت على طول جري عليها. كنت خايفة عليهم جدا عشان النزلة ديت بينزلوا تحت المية وبعدين يطلعوا، يعني لما بتبقى نازلة من على الزحليقة دي بتنزل في المية تحت وبعدين بتطلع. فبصوا كنت عايزة اقول لكم يعني البسين ده وجع اعصاب والله، بس هنعمل ايه؟ يعني انا عايزاهم والله يبقوا مبسوطين ويبقى المود بتاعهم كويس برضو. عشان بيطلعوا عيني في البيت والله. انا بحاول على قد ما اقدر بقى في الاجازه اخليهم يعملوا حاجات على قد ما اقدر والله، حاجات تفيدهم، يعني ما يضيعوش الوقت كده وخلاص، لا. ربنا يبارك فيهم ويهديهم. ما شاء الله الولاد كلهم كانوا فرحانين جدا جدا. انا والله كنت مبسوطه جدا اليوم ده عشان الولاد كانوا فرحانين. طبعا توتي هنا بقى مسكت المسدس بتاع الميه وفضلت ترش. بصوا فضلت ترش على الولاد وتلعب، وكانت مبسوطة جدا. يعني والله أنا كنت فرحانة ومبسوطة لانبساطها. يعني الطفل بيطلع كل الطاقة اللي عنده لما بيخرج برا البيت، بالأخص بقى لو راح مكان ترفيهي بالنسبة له. ما راحش مثلا على كافيه ولا حاجة، انت قعدتي واتبسطتي وغيرتي جو وشربتي حاجة أو أكلتي حاجة، هما مبقوش مبسوطين. يعني هما عايزين حاجة يلعبوا بيها، عايزين يعيشوا سنهم في حياتهم. فده بالنسبة لهم البسين ده ترفيه، يعني بيطلعوا الطاقة، أي طاقة سلبية بقى في البيت بيطلعوها برا. ف ولو يوم بس واحد زي ما أنا عملت لهم كده، يقضوا بس وقت حلو كده ويطلعوا الطاقة اللي عندهم، بس يعني نجدد بس الطاقة تكون، يعني إن شاء الله نفسيتهم بعد كده مرتاحة. بصوا كانت مبسوطة جدا جدا، كل شوية اقول لها انت سقعانة، تقولي لا لا انا سقعانة مش عايزة اطلع، مع انها كانت بتترعش بس مش عايزة اطلع بره المية. هنا لينو كوكو كانوا بيلعبوا بالكورة بيحدفوها لبعض، كل شوية بقى بيلعبوا مثلا شوية بالكورة شوية بالمسدس، شوية بيجروا ورا بعض في المية. فكانوا مبسوطين جدا والله. ربنا يفرح ولادكم جميعا يا رب. فحاولوا على قد ما تقدروا بقى يبقى فيه يوم كده تفسحوا فيه الاولاد. هنا بقى بصوا البسين اللي هو في النص ده هم برضو كانوا بينزلوه، لكن اللي هو في الاخر ده غويط جدا. يعني ده اللي المدربين بيدربوا يعني فيه، الولاد اللي عايزين يدربوا بيدربوهم فيه عشان كبير وكده، فبيبقى معاك المدرب. لكن بقى هما لا، ما ينفعش ينزلوا طبعا لوحدهم، يعني هيبقى مغطيهم اصلا. لكن اللي عند الاكوا ده حلو جدا، واللي هو في النص برضو حلو جدا، اللي هو اللي انا هيجي تاني دلوقتي هوريهولكوا برضو. لكن الكبير خالص ده لا. والحمد لله قضينا يوم حلو جدا جدا واتبسطنا، وحبيت ان انا اشارككم معايا. هما بينزلوا اللي في النص ده، لكن الكبير اللي ورا ده لا لا، ده غويط جدا بيغطي راسهم اصلا. بس يا حبايب قلبي، وده كان فيديو النهارده، يا رب باذن الله يكون خفيف عليكم وعجبكم وغيروا جو لاولادكم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه حبايب قلبي.